بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام، وأرجو لكم سيداتي آنساتي سادتي أينما كنتم وأنتم تتابعون فقرات وبرامج هذه القناة، قناة سلام الإعلامية المباركة، أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية دوما أفتتح البرنامج وأختتم به. والآن في الحلقة رقم 44 بعد 100 بحمده تعالى. وصلنا إلى الحلقة 144، اللقاء الأسبوعي معكم في برنامج مع اللغة العربية. تذكرون سيداتي سادتي في الحلقة السابقة تحدثت عن رواية ما وراء الأمل للكاتب الصحفي الزميل الأستاذ محمد صالح علي حيدرة، وقد وعدتكم أن نلتقيه مباشرة، والحمد لله يعني وفقنا على ما ضربناه موعدا بيننا وبينكم. وها هو الأستاذ محمد صالح علي حيدر، الكاتب الصحفي الروائي، وهو أستاذ التربية كذلك. ألتقيه من حيث يقيم بالسويد. أستاذنا حيدر، أهلا ومرحبا بك في قناتك، قناة سلام الإعلامية المباركة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا الأستاذ الزميل، الأستاذ أحمد الشريف. وتحية للمشاهدين ومتابعي برامج قناة سلام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نتمنى أن تكون إطلالتنا خفيفة على المشاهد. يا سلام، أهلا وسهلا أستاذ حيدر. أستاذ حيدر، افترقنا عام 2008، تركناكم في البلاد ثم لحقتم بنا مع الأسف الشديد، ونحن لم نخرج منها إلا مجبرين، ودوما القلب يتلفت هنا وهناك. وقد التقينا وإياك سيد الكريم قبل 26 عاما، وها نحن افترقنا 2008، آه تقريبا 14 عام، ونحن لم نلتقي بعد إلا على الأصوات و... والشاشة والكتابات. أولا لك الشوق ولك الاحترام والتقدير أستاذ حيدر. آه ماذا تقول في تلك الأيام الخالية وتلك الأيام الخالدة؟ هي خالية يقول عليها، يعني يمكن خالية من نتوءات وما إلى ذلك، ولكن هي أيام خالدة حقيقة، وأيام كان لها إيقاع كما يقول أستاذنا شيخ الصحافة والثقافة الأستاذ حسين خوجلي، له التحية والتقدير. حدثنا كده، يعني ماذا تذكر من تلك الأيام، وإن كان سنأتي إلى ذلك. لا أدري أمسك الخيط من وين، مش عارف الحتة هذه صراحة. والله. آه، ما كان بيننا شيء جميل. يعني احنا عشنا مع بعض فترة استثنائية بكل المقاييس، إذا ما رجعنا للظروف واللحظات اللي كنا بنعمل فيها مع بعض والجو اللي كان يحيط بينا. ورغم كده يعني كنا مصرين إنه لازم ننتج ونعمل. وبالعودة أساسا إحنا لما عدنا إلى الوطن ما كنا بنحلم بحياة رفاهية نعيشها. الواحد مننا عاد إلى الوطن وهو يحمل عزيمة الثائر اللي دخل محررا عن عاصمة أسمرة. كل إريتري عاد إلى الوطن وهو يحمل يعني كمية كبيرة من الحماس والطاقة عشان يبذل في سبيل البناء وكذا. فلكن ذاك الحلم كما تعلم أخي الأستاذ أحمد شريف، يعني ما كتب له أن يمضي مع الناس خطوة لقدام. فحقيقة أذكر أنني التقيت بك وبزملاء أعزاء مثلك، كما قلت، 1998. وفي اللحظة هذه أنا بتذكر يعني الواحد جبه حماس عايز يقدم حاجة. فلقيناكم أنتم أمامنا يعني مناضلين مكافحين، حملنا معكم ذات الراية وحاولنا نمضي معا إلى الأمام. وفعلا أقدر أقول
قدمنا مجهود يعتبر مقدر بالنظر إلى الظروف الاستثنائية هذيك اللي نشطنا فيها بكل ما نملك. وكان دافعنا في ذلك إنه بكرة أجمل، وإحنا لازم نضحي على غرار الإخوة والآباء الذين ضحوا امم من أجل هذه الغالية المعشوقة اللي بنحملها في قلوبنا وين ما نكون مثلا، وما غابت عنا نهائيا. فبالتالي يعني أحيانا في فكرة بتاعت إنه الإريتري سفير وطنه، هذا يعني عبارة أنا ما بعتبرها استهلاكية أو مسألة للاستهلاك. هي فعلا أي إريتري يعتبر يعني أيا كان وضعه ثقافي، وضعه المادي، ووضعه الاجتماعي، يعتبر سفير فعلا ممثل. يعني تلقائيا نشأ في بيئة انه خلته يكون هذا، يعيش هذا الاحساس. وكل ما الانسان كبر يكبر معه هذا الاحساس لغايه ما كل واحد بدا يؤدي هذا الدور. فذكرياتي في وزاره الاعلام صراحه يعني ذكريات حلوه. كما اسلفت انت في حلقتك الماضيه، احمد الله تماما يعني خرجت منها من غير ضغينه مع احد. الحمد لله. وهذا لا كانت الاجواء مهيئه بالورود، يعني الطريق ما كان فيه شوك وتحديات وعقبات، لكن الواحد دائما كان يختار الطريق الصح. يعني في زلات زلة أحيانا تحصل الواحد يتغاضاها، ليس لضعف فيه، لكن عارف إن الظروف يعني بكرة ما حتدوم كده. يعني الأخ إذا كان اليوم جنى في حقك، بكرة حتلقاه نسى الموضوع هذاك. يعني الواحد كان يتماهى مع كل الأحداث، والحمد لله يعني كانت الحمد العلاقة لله. علاقة أسرية. يعني صراحة عشنا أجمل الأيام رغم قساوتها من نواحي معينة. فكانت هي جميلة جدا حين نجلس مع جميل بعض. جميل. وكن جميلا ترى الوجود جميلا. وانت جميل من يومك يا استاذ حيدر، والحمد لله يعني. استاذ حيدر، نحن لقائنا معك طبعا تحدثنا عن روايتك الاولى، ما وراء الامل. تحدثنا عنها في ايجاز، ووقفنا على راي ونقد الدكتور شعبان الجيد، وله الشكر. حديثنا معك حيكون قبل ما تصل إلى ما وراء الأمل. يعني سندخل معك في الطفولة، في النشأة، في الدراسات من الابتدائي إلى الجامعة. وأعتقد هنالك محطات ينبغي الوقوف عندها، لأن كل محطة لها ذكريات معك. أستاذ حيدر، أنت من مواليد إريتريا ولا مواليد المهجر؟ أنا من مواليد إريتريا. وين بالضبط؟ مولود في حرقيقو سنة 1967. حرقيقو ف 1967. 67 نعم. هذا مكان ميلادي، حرقيقو 67. بعد كده يعني أنا أنحدر من أسرة أصلا بدوية. لما الواحد ممكن يخطر له في باله إنه كيف حرقيقو باعتبارها منطقة ثابتة. نحن في الفترة هذيك من شاءت الظروف الأسرة تكون موجودة في منطقة حرقيقو، فبالتالي كان ميلادي هناك. لكن هذا لا يعني إنه أنا ابن مدينة ولا ابن منطقة حضرية. أنا ابن أنا أسرتي بدوية جميل. يعني. انت الرقم كم في الاسره استاذ حيدر؟ أنا رقم 6 في الأسرة. 6، ورقم 6 ده حتى في خط 6 برضه خطر يعني. جميل. طيب يا استاذ حيدر، ولدت في حرقيقو 67. اي المدينه الثانيه بالنسبه لك كانت ياتو مدينه؟ هل مصوع ولا في اكل اجزاء؟ المدينة الثانية كانت قندع. ها قندع. قندع ما قندع يتكمون. و... بالضبط يعني. ونحن طبعا استاذ حيدر بنعرف يعني من وزاره الاعلام من اسمر يتوجه الى قندع، حيث اسرته الصغيره. طيب يعني انا كنت متخيل انه في مدينه ثانيه قبل قندع، فحرقيقو وقندع. بديت الدراسه نعم. الابتدائيه في حرقيقو ولا في قندع؟ حقيقة يعني الآن لما أتكلم عن حرقيقة وعن قندع،
هذه بتكلم عن أسرتي وكذا، لكن أنا شخصيا بديت الدراسة في معسكر اللاجئين في آخر منطقة استقرينا فيها في دهيمة. دهيماء قبل دي كده وين من قلعة النحل دي؟ هي تعتبر تابعة لقلعة النحل، يعني من المناطق التابعة على صعيد القذائف. تبعد يعني مسافة يمكن ساعات من قلعة النحل، لكن هي مش تابعة لله. بس طيب. ممكن نسميها مشروع إسكان قلعة النحل والحاجات هذه، مرات يطلق عليها هي منطقة سمسم. كانت 6 مناطق، 6 معسكرات يعني. الواحد متى لما متين توجهتوا إلى المعسكرات دي؟ بعد المذابح اللي حصلت في منطقتنا هناك، في ضاحية اسمها برنجورة في جندع، مهم. يعني تعرضت لمذبحة. مذبحة يعني بمعنى مذبحة. الذي بقي من تلك المذبحة قرر أنه يلجأ للسودان، وكان ذلك مم. سنة 1970. كويس. سنة 1970 الناس هاجرت من هناك واستقروا، طلعوا بطريقة طبعا. هو هيلي سلاسي كان عنده سياسة اللي هي سياسة الأرض المحروقة والإخلاء، إنه الناس دي مم. لازم يخلوا بالتالي كان يتيح للناس، بالمناسبة كان يتيح لهم فرصة التهجير يعني. بالواضح كده الواحد الآن من الحكاوي لما تسمع الناس كيف مشوا وطلعوا من هناك، هو كان بيسمح لهم إنهم يهاجروا ويغادروا هذه البلد. كما نهجر فبالتالي الآن، يعني كما نهجر الآن. لما نهجر يعني إحنا كتب علينا سبحان الله يعني نعيش مهجرين، وهذه ذات واحدة من بشير طيب، عليها في إن شاء إنه الله. الإرث. أستاذ حيدر، وبدأت الدراسة الابتدائية من الدهيماء، مهم. هكذا نعم. تنطق ولا الدهيمة؟ بهيمان، أيوة نعم، يعني أنت الدهيماء. كويس. الدهيماء جميل. أم الجو كان كيف في الدهيماء؟ يعني هل كنتوا كلكم إريتريين ولا فيكم سودانيين؟ زي قال عن النحل مثلا كان فيها الوسطى تحديدا فيها ابتداء، فيها سودانيين وإريتريين نعم. لوحدهم، المرحلة الابتدائية فيما أذكر يعني، أو الإعدادية. وضعكم كان في الدهيماء كيف؟ بالنسبة لدهيما، هي كان آخر معسكر لإسكان اللاجئين الإريتريين. قبلها عندنا مناطق 5 اللي هي تبدأ بمنطقة سالمين ومسقطة. هذه مسقطة تعتبر يعني المركز الإداري والعاصمة الإدارية لمعسكرات اللاجئين هناك. في منطقة اسمها معسكر اسمها دنقرار، في معسكر اسمه مبروش، وفي معسكر اسمه قلعة الزرزور. عندنا آخر منطقة اللي هي منطقة دهيماء، اللي أنا بديت فيها الدراسة. وبديت الدراسة كيف هناك؟ يعني ما كانت دراسة رسمية. مم. كان مع أستاذ جليل يعني بإقامة وطن، كل من عرفه بيعرف، وكل ما قدر ما نتكلم عنه ما نفيه حقه. الأستاذ موسى أرحو، يعني رحمه الله وتقبله الله بقبول يرحمه. حسن. آمين إن هذا شاء الله. الرجل كان شعلة، بمعنى يعني نبراس كان يضيء للناس يعني أشياء كثيرة. يعني الراجل عنده خلفية نضالية طبعا، هو عضو في الحركة منذ الخلايا السباعية هذيك، وعانى في سجون المستعمر طبعا أيما معاناة. ومن هناك جاء السودان. آسر أن يربط حياته بحياة اللاجئين المنكوبين، الناس الغلابة. يعني حاول يلتصق بهؤلاء الناس. زملانه أو أصدقائه اللي بيعرفوه كان دائما بيقولوا له: يا أخي تعال، اختار منطقة، اختار دولة تعيش فيها، هذا مش مقامك وكذا. لكن هو اختار إنه يعيش مع البسطاء هذولك، وبنى لنا يعني، بتذكر رواكيب صغيرة مم. فيها مقاعد كانت قروش. وهذا الرجل بالمناسبة كان سبحان الله. بيشتري لنا كراسات، مساطر أقلام الرصاص والمساحات، وكان بياخذ بيد أي واحد. يعني كان إنسان بشوش الله يرحمه. وهذا درسنا مع أول حاجة أنا بتذكر إنه إحنا بدينا حاجة اسمها مدرسة مع الأستاذ موسى رحمه الله. وبالمناسبة درست الله معاه يرحمه. سنة كاملة، يعني أنا كنت ضمن المجموعة اللي تقبلوا هناك في الصف الأول. يعني والله يا أستاذ أحمد،
يعني يمكن يكون فيه نوع بيسمع، ممكن يقول فيه مبالغة، لكن الراجل هذا في الراكوبة خدت علينا قواعد ودرسنا أشياء لغاية كل ما أمشي في كل مرحلة كنت ألقى المعلومات هذيك بس بشكل موسع. يا يعني سلام. كان يعني مهما هذا تكلمنا الرجل أين توفي ومتى؟ سبحان الله يعني. آه. زيه يعني مثله مثل كل الاريتريين الوطنيين، ما كان عنده حظ يرجع يعيش في بلده. توفى في استشهد في منطقة في السعودية، في المملكة العربية السعودية مع ابنه الأكبر هناك. يمكن قبل 4 سنوات تقريبا توفى. الله آم، يرحمه. كيف توفي؟ يعني كان مريض وكده ولا؟ مريض يعني، كان مريض. رحمة الله عليه، كان الله يرحمه. الله يرحمه طيب. يعني شخصية مم. إقامة الأستاذ موسى رحو. رحمة الله المفروض عليه. يموت هناك في بلده وكل شيء، لكن هي مقادير. هذه هي هذه هذه سنة الحياة. وهذه حياتنا مع الأسف الشديد. طيب أستاذ حيدر، بعد السنة الأولى دخلت المدرسة ثم النظامية. مم. بعد ذلك كان ننتظر انه هنا إدارة اللاجئين بيفتحوا مدرسة رسمية في المنطقة، إلا أنه مم. حصل تأخير. فأخوي الأكبر قال لي يا أخي نحن يعني بعدين كنت أحرزت تقدير الأول بالمناسبة مع أكيد الأستاذ موسى طبعا. أكيد أكيد يعني. آه، كنا مجموعة اشتركنا كثير، يعني كنا مجموعة اشتركنا في الأول. فبتذكر في المدرسة نادوني أول واحد والأول، وحصلت على كمية من التصفيق المعروف هذيك بالنسبة للأول. هاي. لما جيت البيت وأنا فرحان. المهم الله يرحمها الوالدة الله وصحباتها. يرحمه. المهم أها، عملت كم؟ قلت لهم الأول. يعني شنو الأول؟ كم؟ قالوا لي كم بالرقم كم؟ بالرقم قلت لهم واحد. واحد أيوه. طيب سألوني من زميلي قالوا لي آه، زميلك فلان جاب كم؟ قلت لهم 9. كان عندنا أصغر واحد معانا يعني اللي هو طريدنا نحن، وقالوا لي ها فلان. قلت لهم 14. يا سلام، مين أصلا قالوا لي الصغير هذا من يوم وهو شاطر نحن بنعرف، وفلان جاب 14. هاي. هو انت بواحد قالوا لي سنه كامله كنت بتعمل في شيء. فهنا انا احترتها صراحه يعني. أنت صغير هناك طبعا وتشرح كيف يعني. أنا هناك صفقوا لي، وهنا يقولوا لي بس انت واحد وفلان مفا... 9 وذاك مفا... مفارقات. أيوه. طول السنه انت كنت بتعمل في شيء. انا طوالي رجعت للاستاذ الله يرحمه الاستاذ موسى، رجعت له. مم. اها يعني انسان بشوش. قال لي مالك؟ قلت له استاذ ايوه انا ما داير الاول. داير شنو؟ طيب قلت له 25 30 كده حاجه زي دي. لأن داير ارفع عن الرقم كده. أيوه، ليه قال لك؟ فسالني قال لي شنو؟ قلت له الوالده ومعاها جماعه قالوا لي كده كده، حكيت له القصه. فبدا يضحك قال لي انا بعدين حرجع حاجي البيت بعدين احكي لهم القصه، تفضل صح امشوا. صح. وفعلا جاء البيت. جا البيت شيء طبيعي يعني. الواحد فينا لما بالمناسبه الطالب لما يمرض ولا المهم حصلت شيء ما ظهر في الحصه، اليوم الثاني يمشي البيت هذاك يسال الطالب اذا كان يا مرات سلام. عندك مطالب. مرات عندك مطالب تتمرد كده على مطالب بسيطه على الاسره وكده. والله صحيح. يمشي يجيب لك الحاجات دي بالدبل. بكره تجي المدرسه جاهز. يا رقم. سلام. نعم. فسبحان الله. المهم بعد كده طيب. زي ما قلت لك تاخرت في انها يفتحوها وكده. مهم. فاخوي الكبير قال لي يا اخي انت ما دام انت الاول وانت شاطر، ايه رايك تمشي تدرس مع جماعه في منطقه ثانيه مع اسرنا وكده. وحكى لي انه ما تحس يعني انت بطل، وانت المهم كبر لي راسك. كويس. فانا كنت متحمس، مشيت فعلا قبلوني في مدرسة. وطريقة القبول كمان كانت يعني بطريقة كده شيء غريب يعني. تحكيها لنا، آه، واسم المدرسة شنو؟ مدرسة اسمها مدرسة أدينجرار ادنقرار. الابتدائية. اوكي. فبتذكر اللي هو في المدرسة هذه في عمي كان في المنطقة هذه، وخالي هو كان فراش في نفس المدرسة. مهم. جينا نزلنا عند عمنا، وأخوي الكبير حكى
يعني سووا زيارتنا وكذا. عمي رحب وقال لي خلاص نمشي لخالكم هناك، نقابل المدير وإن شاء الله يقبلوك، لكن أنت لما المدير يسألك قول له كنت أقرأ سنة رابعة. كويس، كنت أقرأ في اه الصف، قول له كنت أقرأ في الصف الرابع عشان تقرأ. يعني في ولد عمي وولد خالي هناك تقرأ مع أحمد وعثمان وكذا بالتحديد يقولوا لي. كويس، عشان ما تبقى لوحدك. لا لا، عشان نمشي معاهم على طول وكده يعني. هي هم عرفتها قدم عرفت. تزاملهم أنا يعني. مم. انا وافقت على الفكره، ما اعرف اصلا اللي يترتب على الحاجات هذه شنو. يعني واحد لما يقول انا طالب في الصف الرابع وكذا انسان يعني ما بفهم في الحاجات هذه. المهم قابلنا، الخال قابل المسينا كلنا، انا وعمي واخوي والخال. قابلنا المدير والخال حكى القصه. قال لي يا ولد انت كنت بتقرا في سنه كم؟ قلت له سنه رابعه. سنه رابعه؟ أيوة، وين شهاداتك؟ هسه كانوا قالوا لي اذا قال لك وين الشهاده قول لهم حرقت في البيت. مم. انت قلت له الشهاده حرقت. فما حاول يدقق معي اصلا، ولا قال لي اسم المدرسه هذيك شنو هي وين درست وكذا. المهم المفروض يسالني الاسئله هذه، يا والحمد لله ما سال. وانا اصلا ما كنت جاهز لها اساسا، سبحان الله. فتح كتاب كبير والله ما بتذكره هو ايش، المهم مكتوب بالعربي. قال لي اقرا الكلام هذا. في القراءه ما عندي مشكله، يعني احنا درسنا خلوه يعني في القراءه ما كنت عندي مشكله. وكنت يعني احاول اقرا مناشير بتاع جبهه التحرير، ما بفهم في معانيها لكن كنت بقرا للناس في اجتماعات وكذا. ايوه. في القراءة ما كان عندي مشكلة. قلب صفحة كده بطريقة عشوائية كده كم صفحة، يلا يقول لي شوف شوف دي كده، اقرا دي من هنا من نص الصفحة أو من الأول وكذا. فقفل الكتاب فكر شوية كده، قال لي اسمع اسمك. قلت له اسمي محمد صالح على حيدر. محمد صالح أيوه. أنت قال لي قبلناك في الصف الثالث. مهم. والله يا أستاذ أحمد ما تتخيل حجم الفرحة اللي فرحتها اللحظة هذيك. يا سلام. يعني الصف الثالث، وكل همي يعني 200 اخوي ده يرجع المنطقه يكلم امي يقول لها انا محمد صالح دخل في الصف الثالث وكده. يا سلام. فالمهم قال لي انت حنخليك تحت التجربه، اذا كان لقيناك كده وكده حرجعك سنه اولى وكده. قال لي بتذكر المدير اسمه بالكامل بتذكر اسمه جعفر الامين سعد الله كان. جميل. ف يعني المهم دخلت في المدرسه. بعد كده هو دخلت الفصل، لقيت طلبة منظمين كده مش عارف يقعدوا على كراسي وكنب وكذا، وعندهم كتب وأدراج. المهم أنا برضه صرفوا لي كتب وكراسات. ففي ما كانت في مشكلة واحدة كانت واجهتني اللي هي مشكلة الرياضيات. صح. مشكلة الرياضيات أنا ما كنت عندي مشكلة في حفظ بتاع جدول الضرب والقسمة وكذا الحاجات دي. في أخوي كان بيقرأ في معهد القرش الصناعي في أم درمان، مم. كان علمني كده هنا جدول الضرب، حفظني حفظ وكيف تقسم وتجمع وتطرح. هذه ما كنت عندي فيها أي مشكلة. مم. آه وبالمناسبة أخوي هذا كمان كيف دخل معهد القرش الصناعي، برضو كان ورا المسألة هذه الأستاذ موسى رحو رحمه الله. يا سلام، رحمة الله عليه. حنجي إن شاء الله يعني في طي الحديث. أي والله. إن شاء الله. فالمهم في الرياضيات. ففي مادة الرياضيات شوية بدت المشكلة اللي واجهتني في في عثرات. الرياضيات، مم. يعني عندك جدول الضرب اللي هو صفر الخانات، صفر العشرات وصفر المئات وكده، مش عندك لما تضرب أيوه. ثلاثة ثلاثة ورقمين في رقمين وكذا أربعة. فأنا كنت عندي طريقة معينة كده أضرب بها، أبدأ من اليمين وكده، وهنا ما كنت أعرف صفر العشرات وهنا اللي حفظ الخانات. فالطلبة جنبي أشوفهم يخطوا أصفار وكده، أقول لهم ده صفر شنو ده؟ يا أخي يقول لي هو ذات ما عنده الطريقة يفهم، يقول لي خط الصفر ده بس. خلاص بعد شوية أخط الصفر هذا هنا، أعاين كده يميني، في أتذكر نفرين كانوا أنا في نصهم، واحد اسمه محمد مم. صالح، محمد صالح إبراهيم، أيوه. صباح الخير، موجود في النرويج. مم. آه وفي واحد برضو عثمان عبد الله. عثمان عبد الله يعني غادر الدراسة في سنة خامسة وعاد إلى البلد، والمهم هسه موجود في أريتريا. يا الله الله. يطرحه.
فعثمان لهما التحية والسلام. الله يحييهم يا أخي، وربنا يمد في أعمارهم إن شاء الله. إن شاء الله. فبشوف محمد صالح، أكتب من محمد صالح خط رقم اثنين أخذ رقم اثنين، عين هنا لعثمان خط رقم أربعة أخذ أربعة. الأستاذ لما يصحح يقول لي تعال الاثنين ده جبتها من وين؟ والأربعة دي جبتها كيف هنا؟ المهم واجهتني مشاكل عجيبة. أستاذ الرياضيات زي ما تعرف طبعا عنده حكاية قابلني والصوت، آه. يعني دي شغلت معاي شغلة كانت قوية. فالمهم هي فترة عدت الحمد لله. كان في مشكلة ثانية أنا كنت مبسوط فيها في الفصل. في الرياضيات بنجلد عادي يعني. أما في الإملاء وكده أنا كنت طبعا دامنها زي ما تقول، كنت بتفرج على الناس اللي يجلدوا يعني. كان الحتة هذه كانت تريحني شديدة. فالمهم استفدت من المدرسة يعني. بتذكر شهر 11، يوم 11 أنا بديت المدرسة، وكان في نهاية في الامتحانات النهائية جيت الثاني ما شاء الله. يعني. كانوا يضربوا بي امثال سبحان الله يعني. يقولوا والدهيمه كانوا يقولوا لي انك جبت الثاني وكذا. فهذه كانت بالنسبه لي ما حاجه كبيره. جميل جدا. وكملت في من الحاجات اللي أدنقرار. تفضل. من الاشياء اللي ما بحب افوتها كل يوم الخميس، رغم ان انا عايش مع اسره وزميل واخ وكل شيء، الا انه عندك المشاعر ديك في الفتره دي كل يوم مم. الخميس. امشي من دنقرار لدهيمه، اقرر في نص المسافه، طبعا امشيها كالداري المسافه، اقرر انه اقول لازم اقنع الوالده انه انا ما داير المدرسه هذه، خلاص يكفيني بس. ليش؟ مم. لان انا عندي اصحابي هناك في دهمام قاعدين مع اسرهم ما قاعدين يدرسوا. مرات تجيني افكار انه الاهل هذول انا بيكرهوني عشان كده هناك، من الناس اللي يحبوهم ما خلوهم معاهم. فكنت طوالي بيجي اعمل مشاكل مع الاسره مع الوالده، واعزز الاشياء هذه بالدموع زي ما تقول. المهم تحاول تقنعني بالكثير، اقول لي خلاص يا أخي ما مشكله. هنا في اللحظه هذه اخوي الكبير بيسمع الحديث، لكن بيعمل فيها ما قاعد يسمعنا وما منتبه للحاجات هذه. يوم السبت صباحا او يوم الجمعه بالمساء اللي هو سبيحه السبت، يقول لي يا محمد صالح انت نسيت ولا شنو؟ نسيت الدراسه ولا من الارح؟ يطلعني كده من البيت يديني 5 جنيه 10 جنيه، انا اقوم جاري من هناك امشي المدرسه. الخميس الجاي بنفس الطريقه دي اجي راجع. المهم لحد تاخذ منك المسافة كم من الزمن؟ والله ساعة يا اخي كان ساعة مشي مثلا؟ ساعة بتاخد. طيب، ساعة وما في بتاخد. ما في مخاطر في الطريق يعني عادي؟ لا لا يعني كلها مزارع وكده، أراضي مستصلحة كانت. في البداية فعلا جميل. كان في نتائج كده مخيفة، لكن الواحد البدوي الحاجات هذه ما يعيرها اهتمام كثير بالمناسبة. صحيح. نعم، وانت نعم. تمشيها جري، ما بمشي بالراحة في الطريق ده. فلما طيرة تقوم من جنبك الواحد يتخلع ويشوف وكذا، لكن يواصل المسير وكذا. بس ما كان نعم، في نعم. مخاطر. طفولة وبراءة يعني. طيب أستاذ حيدر، كملت الابتدائي في أدنقرار. أدنقرار هي كلمة شنو يعني؟ كلمة محلية؟ والله بالمناسبة ما لقينا فيها تفسير كده زي ما ما تقول. خطر. سمتها كده ونحن مشينا على كده. جميل جدا. طيب أستاذ حيدر، الوسطى أين كانت؟ مرحلة الوسطى بدأ الآن حيدر يتشكل آه، وعيه مرحلة الأكاديمي، أيوة، يعني واللغة والاستعداد الأكاديمي مثلا. الوسطى كانت وين؟ مرحلة الوسطى كانت في مدرسة قلعة النحل المتوسطة بنين. آه وهذه جميل. المدرسة تجمع 11 مركز يعني، 11 ولا 12 مركز تقريبا كانت تجمع، اللي هي مناطق اللاجئين الستة، بالإضافة إلى مناطق يعني مدن سودانية محيطة في المنطقة هذه بما فيها قلعة النحل. يعني دي مم. كانت يعني مدرسة فيها قسم داخلي كبير. وكان يعني هي فترة بتاعت نضوج كانت يعني. أكيد، أكيد، نعم. طيب، قلعة النحل كانت تشتهر بشنو أستاذ حيدر؟ هي منطقة زراعية ما في شك، لكن غير الزراعة كانت تشتهر بإيش؟ قال عنها يعني الحاجات اللي بتشتهر بها انه كانت يعني محطة مواصلات متوفر فيها قطار. آه
يعني كان فيها قطار، وهي كان منطقة المهم تعتبر مدينة جاذبة للمناطق اللي حواليها والضواحي وكذا، لكن تحديدا كده ما عندها حاجة كده تمتاز بها مباشرة كده. طيب، بس والأهل لا زالوا الأهل في لا زالوا قريتهم في هناك دهيمة. في في الدهيمة؟ دهيمة. طيب، ف... أكيد كنت من المتميزين، من الناس المحرزين درجات متقدمة، وأنت تتقدم الصفوف والدراسة في قلعة النحل كده. كيف بكل كان الأجواء التي دخلت بها سنة بكل أولى تأكيد. إعدادي؟ مم. إحنا لما امتحنا الشهادة الابتدائية، أهو امتحنا تقريبا 12 مركز أو 11 مركز مش عارف المهم. مم. بتذكر دائما لما قلت لك جيت الثاني كان ترتيبي الثاني على طول في ادنقرار لحد ما غادرت ادنقرار. ففي الاول على طول ما بيزحزح نهائيا. مين فانت هذا عارف الصراع. الأول ده؟ صراع شديدة. عارف الصراع ده، وانا وزميلي محمد صالح في النرويج يمكن كنا نتآمر ونقول يا محمد صالح كان الثالث على طول، فنقول يا الأول اخي من كان تذكر؟ طبعا كي تذكر اسمه. يا سلام يا أخي. والله احييه من هنا عمر محمد عبد الله، الاستاذ عمر محمد عبد الله موجود الان في تبلديه. الله، مدرس. مدرس مدرس يعني. الطراز نعم. تحية من هنا. فكنا بنقول يا أخي عمر ده ما يطلع من بيته نهائيا، لا يمشي حفلات، لا يمشي ولا يمشي جنه قراية، والله لو يطلع معنا قدر ما نعزمه كده. طبعا لما جينا قلع النحل تحولت الأحداث. المهم يعني لما جينا امتحنا الشهادة الابتدائية كان عندنا الأول من منطقة اسمها بان، سوداني اسمه السر محمد أحمد أتذكره. جميل. الثاني كان ثاني المركز كان عمر محمد عبد الله، الأول بتاعنا في دنقرار. أيوه. الثالث كان محمد صالح حيدر يا سلام. يعني. والرابع كان محمد صالح إبراهيم موجود في النرويج زميلك. يعني. يا سلام. والخامس كان إبراهيم عثمان محمود موجود الآن في السعودية، أحييه من هنا وكذا يا يعني. سلام. مدرسة الخمسة الإنقراء كانت النجوم. رست يعني. كان هنا سبحان الله، يعني كان في روح للدراسة، وكان والخمسة في الأوائل اللي في قلعة النحل كلكم من أدنقرار؟ كل السوداني هذاك الأول السر يعني. مم. من الثاني للخامس كنا في من مدرسة واحدة. فهذه كان في فترتنا هذيك، والمسألة استمرت على كده. فحصل تغيير بعد كده، تغيير مواقع بيني وبين عمر محمد عبد الله. أنا مسكت الأول وهو مسك الثاني. كان يقول لي مملكة هي، ما لازم نخليها لك. له التحية. طيب أستاذ حيدر، في الوسطى عادة في السودان الحبيب بتبدأ الجمعية الأدبية. أنا هكذا أتخيل. وعلى الرغم من أن أنا والأستاذ حيدر اشتغلنا في وزارة واحدة، ما يعني الدنيا كانت شغلانة، يعني الشعبية ديك شغلونا. ناس شغلتهم أموالهم وأهليهم، ونحن شغلتنا الشعبية وبلاويها، يعني إذا صحت العبارة. فدائما كنا منخرطين في العمل، وما حصل تحدثنا عنه. ربما أنا أعرف أنه أخونا حيدر من قلعة النحل درس وأخونا حيدر يعرف أنه أنا كلي شريفي التقدير والاحترام، لكن ما دار حديث تفاصيل هكذا كما نجري الآن ونتحدث. ففي المرحلة المتوسطة تبدأ تخلق الوعي الثقافي والأدبي والفكري للطالب. أين كان حيدر من الجمعية الأدبية؟ أنا عندي إحساس أنك آه، أنت خريج الجمعية. بكل تأكيد مم. يعني. صراحة هذه واحدة من الحاجات زي ما قلنا في مدرسة اللي هي في المرحلة المتوسطة بدأ الواحد يتشكل. يعني يا دوب الواحد بدأ يتجه. فبدينا ننضم يعني، ننضوي في خلايا تنظيمية. واحد يمثل يعني اتحاد طلبة فرع كده تابع للتنظيم الفلاني. يعني كان في نشاط رهيب جدا في المنطقة هذيك. يعني جبهة تحرير، قوات التحرير الشعبية. يعني كان بين التنظيمين هذول الناس كلها كانت مقسمة، وكنا بنعقد اجتماعاتنا في منطقة جبلية كده، بنطلع ورا الجبل بحيث الناس يعني ما بيشوفوك كده. إذا كان الإدارة شافتك تبقى إشكالية. فكنا بنمارس نشاط سياسي بطريقة يعني وفيها اندفاع، أنت عارف. أول مرة الحاجات هذه عليك، ومن الناحية الثانية يعني طبعا، كان وأنتم في في روح. معسكرات، في معسكر اللاجئين، يعني إحساسكم بالغربة
واللجوء يعني والعناية يخليكم مرتبطين. إحنا في تحت أي لحظة ما حسينا إنه بعدنا عن الوطن لحظة واحدة. صحيح. لدرجة إنه في المعسكرات هذيك، في معسكرات اللاجئين بالمساء، جندي يجي إجازة من جبهة التحرير ولا قوات التحرير الشعبية في السوق بالليل، بيجمعنا ويعمل لنا تدريب عسكري. والله كنا بنتدرب يعني، فبالتالي مم. يعني في حس مزروع بطريقة. فهنا الجمعية الأدبية كانت النافذة بالنسبة لنا نحن، لكل واحد كان في المنطقة هذيك. يعني صراحة أنشطة يعني كان الواحد يشكل فيها يعني يعني الجمعية بدأ. الأدبية أنتم سيستوها يعني. درسناها وكنا بنمشيها بالطريقة اللي هم عايزينها برضه، بالإضافة إلى كذا يعني الواحد كان يمرر فيها رسائل يعني. صحيح. فمن ضمن، لكن يعني أنا هسه كنت بنشط في المجال الأدبي، اللي في الفقرة اللي اسمها المطارحة الشعرية وكذا، المطارحة الشعرية. نعم نعم. كانت يعني العبد لله كان عنده فيها نصيب كويس يعني في الحتات دي. على الرغم من أنك أنت ما كتبت الشعر، لكن كتبت الأدب المنثور، الأدب فبحفظ الجميل يعني، يعني. لكن كنت بتذوق حفيظ صحفة ذا. بتذوق الشعر يعني. أنا الكلمة الجميلة بالمناسبة تسحرني والله، بدعف أمام الكلمة الجميلة مم. يعني. أنا مش عارف أعبر لك كيف يعني. أنا زي ما تقول بعشق الحروف والكلمات. لا أكيد ف أكيد حيدر، ف هذا معروف يعني. الله يبارك فيك. المهم هنا في معلمين كانوا بيظهروا برضه يعني، مش عندك الاتجاهات السياسية. في معلمين حتى وجودنا ما كان يعجبهم صراحة، بس كانوا يتضايقوا من وجودنا أحيانا. مش كلهم لكن بعض منهم معلمين بيظهروا. إيه، سودانيين ولا إريتريين؟ يطلعوا سودانيين. بالمنصة، يقعدوا يقولوا منجستو هايلي مريم راجل تقدمي، راجل اشتراكي، وما مفروض الناس تحاربه، ما مفروض وما مفروض، وحاجات زي هذه. هذين اليساريين ديل، دارين. الشيوعيين أينما كانوا يعني، ذريتهم بعضها من بعض. أيوة. هذه هي هسي. كنا عندنا ما شاء الله شباب يعني، لما أقول لك شباب يعني شباب يواجهوا كل شيء. مم. والله يعني سبحان الله كانوا يتصدوا للحاجات هذه بطريقة ما تتخيلها. يعني الحماس يصل إنه أحيانا تتفرتك الجمعية هذيك بالضرب والمشاكل، والمدرس يهربوه من هناك وكذا. من تذكر من ف- الطلبة، من الطلبة اللي دمه محار كده؟ يا سلام يا سلام والله، بذكر منهم كثير. مم. واحد منهم من هنا أنا ما بعرف بالضبط الآن وين موجودين. لا الأخ للتاريخ يعني، وربما يستمع إلينا. صلاح درهوي من أولاد مبروش. يعني مم. هذا كان مناسبة يعني ملك. هذا الرجل يعني رجل قامة. يعني كان يتصدى لكل من يحاول يتجرأ على إريتريا جنبه. يعني أنت جنب صلاح درهوي بتضمن إنه ما في حاجة حتصيبك. مم. عندك الأمين علي من أولاد مسقطة. مم. آه عندك إبراهيم محمد عمر سليمان، أوجه له تحية من هنا، هو في قطر الآن وزميل يا عزيز سلام. بنتواصل. يا سلام. آه عندنا زميلنا إبراهيم داود، رجل هادي يعني ما بتسمع منه كلمة، لكن إذا شاف حاجة يعني خلاص. يثور يعني. آه من أولاد زرزور يثور ثوران، اللي هو يعني راجل هادي وكل شيء. عندنا أخونا وزميلنا موجود في السعودية حسين محمد سعيد. يا سلام. آه يعني شباب كانوا كتار بالمناسبة. جميل. يعني آه مارستوا حقكم ناصر الوطني والتحامكم بالقضية في مدرسة قلعة ناصر النحل. إبراهيم مم. كان بنسميه واحد، أخ عزيز كنا بنسميه ناصر إبراهيم، معروف بأونا. ربنا يفيك أسره الآن، هو في معتقلات النظام هناك. يا هذا الله. كان يقود القسم الداخلي، كان مسؤول القسم الداخلي، وكان رجل يعني قامة. اسمه ناصر، آه، ناصر رمضان إبراهيم. كنا ملقبينه بنسميه. بأونة. يا والله ربنا في كسره هو الآن يعني. شباب ريتري كتار كانوا، وكنا بنعمل أقل حركة مظاهرات وإضراب، وكنا مسيطرين سيطرة كاملة في المدرسة هذه. يعني كانت بتمشي مم. وفق الإرادة الصرفة.
فالمعلمين ذاته كان بيعملوا حساب إنه لازم يكسبوا ودك عشان يستمروا هناك. فكانت قلعة النحل يعني عندنا كان فيها. زميلنا، زميل صديق عزيز هنا اسمه محمد جمع حوار شيخ، قال لي درست في قلعة النحل سنة أولى وثانية يبدو لي، بعدين انتقل إلى مدارس كسلة. فهل زاملكم ربما في زمن مختلف شوية؟ يكون في زمن مختلف، يكون في زمن مختلف والله. جميل جدا. والناس يجوا طيب باعتباره حيدر، آه قلعة النحل. جميل أستاذ حيدر، كده يعني لخص لنا الفترة العمرية في قلعة النحل 3 سنين طبعا، وبعدين الامتحان للمرحلة الثانوية. تحب تذكر شيء عن مرحلة قلعة النحل عشان نمشي للمرحلة الثانوية؟ والله هو مدرسة اللي هي قلت لك، اللي هي منطقة قلعة النحل، مم. هي من المناطق اللي من نعم. المناطق اللي يعني تشكل فيها الحس الوطني عند الإريتري صراحة. يعني جميل. الطالب الإريتري، يعني هي المنطقة دي تعتبر المنصة الأولى للتوجه الصحيح بالنسبة للمنطقة الاتجاه الوطني، الحس الوطني. جميل. فلدرجة يعني كنا معروفين بالمناسبة لما تتحول. أنا بتذكر مرة لما كثرت الإضرابات ومشاكل وكذا، قلت نغير مدرسة. مشيت منطقة اسمها الشوك. الشوق، أيوه. المهم عندنا زملائنا هناك، الشوق. بيت معاهم ليلة، وقلت لهم خلاص أنا جاي داير أتنقل. كنت في الصف الثالث الوقت ده، عشان الواحد لازم يمتحن ويحرز حاجة بعيد عن المشاكل وكده لما تكرر. فجينا صباح، قابلت المدير. المدير في الأول مم. رحب بي، تفضل يا هلا وما عارف وايش وكده. قال لي جيت من وين انت؟ قلت له من قلعة النحل. مم. الراجل يعني 180 درجة. قال لي قلب. انت قال لي انت جاي تزرع علينا مشاكل هنا؟ انتوا، قال لي هنا تطلع من المدرسه هذه طوال. قال لي جيت 200 المدرسه هذه. قلت له حسي انا نزلت من المحطه وجيتك هنا. قال لي تعرف طالب هنا في المدرسه دي؟ قلت له ما بعرف. خلاص، قال لي تطلع ترجع بنفس الباب اللي دخلت به ذاك. عديل كده. مشاكلكم مشاكلكم دي ما تصدروها علينا وكده وحاجات زي دي يعني. سبحان الله. فأذكر مرة لما امتحنا الشهادة ومشيت على مدينة كسرة، مكتب التعليم كان بيوزع في المدارس وكده. جيت هناك لما عرفوا أنا من قلعة قال لي مشاكلكم كثيرة لكن رغم كده برضو تنجحوا وكده. يا سلام، سبحان الله. فنعم، الحس الثوري كان الحس الثوري قائم يا وموجود. سلام. وبعدين هي كانت برضو المعلمين السودانيين لم يكونوا كلهم على شاكلة واحدة، حتى زي ما حكى لي أستاذ محمد جمع، وحدين كانوا كذا وحدين متعاطفين وحدين ضد القضية الوطنية. نحن في واد شريفي كان الوضع مختلف تماما يعني، فلم نواجه إلا في من معلمين كده تقريبا، ولكن الإدارة المدرسية كلها كانت عارفة نحن أصحاب قضية يعني، وعندنا مشروع، وكنا نمارس نفس الممارسات اللي كنتوا بتمارسوها، قد تختلف من هنا وهناك. كانت تأخذ عندنا طابع المدينة شوية يعني، يعني قريبة من كسلة أيوة، وفيها شكل من أشكال الدبلوماسية والحوار حتى لو حصل خلاف وكده بتاع، وهكذا. طيب أستاذ حيدر، أنت سنة كم امتحنت للمرحلة الثانوية؟ المرحلة الثانوية سنة 1982 83. 82 83. تقريبا نفس الفترة العمرية بالنسبة لنا أستاذ حيدر. أنا سنة 80 امتحنت للإعدادي، 83 امتحنت للثانوية. بس اهو 83 نفس 83 الترتيب. نفس 83 نفس الفترة. طيب كذا خدتنا في أجواء امتحانات الشهادة الثانوية. يا سلام، امتحانات طبعا. لعلك بتتذكر كويس. هي يعني كان فيها يعني استعداد ومذاكرة، أجواء كده. المهم والواحد مسلح بأنه لازم يقدم الرغبة اللي هو عايزها هذيك. فكان امم. يعني صراحة الاستعداد في ذروة الاستعداد كنا، رغم المشاكل اللي بحكي لك. المدرسة كانت بالمناسبة نحن درسنا في أجواء مضطربة. يعني سبحان يمكن الله.
والله ما تمر شهر، ما يمر شهرين الا مظاهرات، الواحد يغيب من المدرسه اسبوع وكذا والحاجات هذه. لكن رغم كده يعني كان في اصرار وعزيمه، الواحد مشى هناك باضراب، مشى البيت بيذاكر على اللمبه ديك المعروفه، اللمبه اللي نسميها نعم شنو نعم. نحن، بتاعت الخيط اللمبه هذه، ابو الفتيل، ايوه. الفتيله هذه اللي كنا بتشتغل بنذاكر. بالزيت وبالجازولين، ايوه اللمبه وكده. تخيل الواحد واذا كان يمر بقى فانوس مثلا، اذا خلاص اذا عندك الفانوس اللي القانون هو دي طبعا حاله، حاجه كبيره متقدمه يعني. نعم. كبيره. الاسره كلها بتفرح لما يدخل فانوس في البيت يعني. ايوه، اما الرتينه دي دبي يعني خلاص. الرتينه اذا لا، جات خلاص يعني. الرتينة هذه معناها انت في العالم الاول. الرتينه دي ما يبقى الا نفس الشيء. كبير لا، ده في المدرسه في الوسطى كان الرتينه مسؤول منه طالب، اللي هو ضابط الداخليه يعني. الرتينه وما تقرب، يعني ماسك الجنريتر بتاعت المدرسه كلها يعني. ما تقرب من سبحان الله. الرتينه، هذا ما ايوه يقربك منها. فعلى كل صح. حال يعني كان أه. فكان المذاكره على اشدها و وطيب. والاستعداد والرغبه انك لازم تزاحم، وعندك هدف محدد ولازم تصل الهدف هذاك باي طريقه. يعني صحيح. دي كانت دافع يعني بصراحه. والامتحان كان في نفس المدرسه ذاتها. الامتحان في نفس المدرسه، بس يجوك مراقبين من برا وكذا. في قلعه النحل، ايوه صح. طيب. و... ف- و... 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 تقريبا يعني انا متاكد انك انت بدرجات عليا اجتزت امتحان المرحله الثانويه، يعني دخلت الثانويه. اين كانت الثانويه استاذ حيدر؟ الثانويه كانت حقيقه وزعونا من مكتب كسله في مدرسه جديده حاولوا ياسسوها، سموها مدرسه الفاو النموذجيه. الفاو، اوكي. النموذجيه، لكن واول وفي سنه، اول سنه انتوا اول دفعه فيها. اول دفعه فيها. واول الدفعه طيب، طبعا تدفع ثمن شويه. اللي حصل مم. المدرسه ما افتتحوا، حولوا الطلاب اللي وزعوهم للمدرسه الثانويه هذه النموذجيه في الفاو، وزعونا في مدرسه اسمها الاكاديميه الجديده في القضارف في حي اسمه كرري. اه وبئر. طيب. يعني اتوزع بديتوا توزعتوا هناك لكن باسم طلاب بالمناسبة، الفاو النموذجيه. وكنا بندرس بنفس الاسم اللي هو مدرسة الفاو النموذجية. صحيح. يعني شهاداتنا كانت بنفس المنطقة هذه. فالمدرسة كان فيها قسم داخلي اللي هو مدرسة القذارف، اللي هو الأكاديمية الجديدة، كان فيها قسم الاكاديميه داخلي الجديده باعتبارنا طلاب تابعين اللي هي مدرسة للفاو. ايوه. فاكيد تكونوا تابعين، داخلين. ما كنا داخليين. فهنا دفعنا بالمناسبة ثمن، يعني كان الثمن غالي شديد يعني. ما كنتوا داخلين. ما كنا داخلين. تقييم على غريبه. حساب، تسكن مع الأسرة اللي بتعرفها، تسكن مع واحد، المهم بالطريقة هذه. وفي كلام المدرسة هذه كنا اثنين إريتري، حكمه غريب، ايوه. كنا اثنين إريتري فقط في المدرسة هذه، اللي هو اوكي. زميلي الأستاذ الرجل الشفيف الفنان التشكيلي الشاعر محمد إسماعيل أنقا. يا أحييه. سلام، له التحيه. استاذ اسماعيل. بتعرف اسماعيل أنقا، لك المعرفة. التحيه، الشاعر المبدع والصحفي والرسام هذا والكاتب نعم. المبدعين النادرين بالمناسبة، الأستاذ يا محمد إسماعيل سلام. أنقا. اسماعيل أنقا، هو لك التحيه. هو كان معي في المدرسة هذه، احنا كنا مهم. الاثنين فقط في المدرسة بندرس مع بعض. والله عشنا حياة أقول لك استثنائية، يعني نتنقل من بيت لبيت لما تحس الجماعة دي يمكن هناك. في الآخر أنا أتذكر وكملت سكنت. الثلاث سنوات متنقلا. والله يعني كان في البداية كان عندي أخوي موجود هناك، مم. فالسنة الأولى مرت كويس. أخوي شاهد الظروف إنه ظروف العمل انتقل لبورسودان. هنا بقى بدأت المرحلة بتاعة التشرد زي ما تقول من متنقلين من هنا، مجموعة كنا بالمناسبة، سبحان مجموعة الله. طلبة يعني. لا نعم. يعني آخر حاجة أنا كنت سكنت مع واحد بتاع الدكان. يا سلام. مهم. تسكن معاه كيف؟ إنك تكون قاعد في الدكان، المهم تبيع معاه تبيع معه. وتساعده.
ساعدوا قصادنا هنا تلقى حتة كده هنا تخش فيها وخلاص. وكنت بذاكر بالمناسبة في يعني عادة أنت عارف الدكاكين في السودان في الخلفية بيبيعوا الفحم يفرشوه كده على الأرض بالكوم وكده. جنب الفحم ده نفرش لنا في عندنا نجيب سرير، وكنت أذاكر على لمبة هناك على طول يعني في الأمسيات. لما خلاص اللي هو يسكر يقفل الدكان وعايز يمشي، أكون حارس الدكان هناك، الحارس الليلي زي ما تقول. وتذاكر قبلك. أيوه. فمن هنا تحرس، ومن هنا أنت لقيت حتة يعني تسكن فيها وكذا يعني. فكانت سبحان الله. أيام صراحة الواحد بيحس إنه قاعد يعمل حاجة، وما ومن كنا هذا بنحتاج. الدكان ومن هذا الدكان امتحنت للجامعة. من هذا الدكان خلصت سنتين أولى وثانية في مهم. المدرسة هذيك. في الأكاديمية وأيوه الجديدة. كان ترتيبي الأول الحمد لله رغم الظروف ممتاز. هذه. آه، ومن ثانية وانت منقول لي ثالثة. ونحن في منتصف الصف الثالث جاتنا منحة لليبيا، منحة دراسية. آه طيب، قبل ما أتذكر. تمشي ليبيا يا أستاذ حيدر، هذه محطة مهمة. انت لما من في سنة أولى، من أولى لثانية كنت الأول. كنت الأول جميل. ومن ثاني لثالثة الأول الأول. من جميل. ثاني، عن سنتين اللي درستها كنت الأول في المدرسة جميل. هذيك. ثالثة بديتها ولا ما بديتها؟ بديت أدرس لحد حتى يعني من ضمن الحاجات إنه طيب، جينا أول مساقك كان إيش؟ علمي ولا أدبي؟ أها دي كانت بقى دي قصة ثانية. لأنه آه، ناس تفضل. الإدارة المدرسية وزعوني علمي في لأنك المسار. أنت الأول. أيوة. بعد كده عندي زملاء، آه، المهم هذول قعدنا مع بعض كده، كانوا يدرسوا في المدرسة الصباحية في الفترة الصباحية ديرك مم. رسميين. قعدنا نناقش، اسمع قلنا ما نحن اللي ندرس المصاغة العلمي. المصاغة العلمية هذا زي ما تقول يعني دي أولاد ناس مرتاحين ويوفر لهم إمكانياتهم وما هو ما إلى ذلك. فأقنعنا نفسنا إن نحن ناس لازم نقرأ المسار الأدبي هذاك اللي يقرأه أي واحد. مم. فرفضتها على طول. يعني عندك الفرصة تغير من علمي لأدبي، لكن من أدبي لعلمي ما عندك فرصة. نعم. فلذلك فغيرت المسار هذه. وبتذكر يعني من ضمن الحاجات مرة رجعت من ليبيا، صادفني في المحطة أستاذ لا، درسني غيرت المساق الأدبي في السودان. وأنت في السودان. جميل. درست المسار الأدبي. ففي الحتة هذه أتذكر أستاذ مصطفى عبد الكريم كان درسني في الابتدائي. قابلته في مم. محطة واحدة من ليبيا ماشي على سمسم منطقتنا. المهم شفته كده بيتكلم مع واحد، قعدت جنبه تأكدت منه، قلت له أنت أستاذ مصطفى؟ قال لي أيوه. أنت مين؟ قلت له أنا واحد من طلابك. مين في طلابي؟ طيب كده لما وريته الاسم قال لي أي يا سلام، يا طبيب يا مهندس. قال لي طبعا. يا سلام. قلت قلت له لا هذا ولا ذاك. والله قال والله قال لي كان في صوت ثاني كنا في المحطة دي السوق كده. ف- يا فبالتالي يعني كان وده درسك وين؟ في الثانوية مش كده؟ في ولا الابتدائي في الابتدائي. في الابتدائي؟ نعم. هم طبعا يقرأوا، آه أكف الطلاب يعني يقرؤون المستقبل، يعني الطالب النجيب عارفين إنه يمشي وين. طيب، نحن أستاذ حيدر حندخل إلى حزمت حقائبك ومتوجه إلى ليبيا عن طريق المنحة، صح؟ نعم. وأنت في سنة ثالثة، وطبعا ده ريسك، يعني ده فيه مخاطر، يعني أنت على أبواب الجامعة وتحزم، لقيت نفسك تحزم حقائبك تتوجه إلى ليبيا. نحن سنتوقف هنا، حنركب معاك الطيارة إن شاء الله. الطريق إلى ليبيا كان كيف؟ لم يكن صعبا بالنسبة لك، أنت رجل ممتاز وشاطر ومتميز، ولكن برضو الغربة، برضو ليبيا ما كانت مفروشة بالورود، والتحديات هناك كانت كيف،
والتشكل ذاته خلاص، يعني أنت رجل مشحون وماشي، والحياة في ليبيا مختلفة تماما. دي حنفتح لها الحلقة القادمة إن شاء الله مع اللغة العربية في الحلقة 145 بحوله تعالى. قبل ما أختم هذه الحلقة أستاذنا حيدر، والزميل الأستاذ حيدر هو الكاتب والصحفي الروائي الذي يحب الشعر. أستاذ حيدر نحن نناقشه، هو صاحب رواية ما وراء الأمل، ونحن طبعا ما وراء الأمل في النهاية حنهبش ما وراء الأمل لماذا وكيف. لكن خلوني أنا أحكي برضو في ختام هذا اللقاء. أستاذ حيدر اسمح لي، أنا كنت ممتحن برضو في كسل الأكاديمية، يعني كان فيها 3 أنهر فيما أظن، فكنت مشارك في الدورة المدرسية. وإن شاء الله حنبدأ معاك الدورة المدرسية، لأنه في الثانويات في الدورة المدرسية أكيد حضرتك برضو كان لك باع فيها أو ذكريات. ففي الدورة المدرسية اللي أقيمت في الدويم 85 أنا كنت مشارك بالمطارحة الشعرية، عفوا بالإلقاء الشعري. أنا مع أني شاعر الوقت ذاك ما بكتب، لكن مولع بالشعر، فكنت مشارك بالإلقاء الشعري. ولأنه المطارحة الشعرية ما كان عندها نصيب في الدورة المدرسية، لكن الإلقاء الشعري كان فن من فنون الأداء يعني، ومواجهة الجمهور وما إلى ذلك. فمشيت الدويم مع المجموعة، وبعدين فاتنا امتحان النصف العام، فامتحنت من 100. طبعا في امتحان من 100 فيه خطورة يعني. فامتحنت من 100 وكان ترتيبي الأول على 3 دفعات، يعني 3 فصول. فكانت قصة أشبه بقصتك. نحن في الثانوية كسل الأكاديمية كان يخير الطالب، المعلم ما يوزع ولا الإدارة توزع، لكن معروف أنه الأول والثاني والثالث، ال10 الأوائل دين معروفين يمشوا المساق العلمي، يعني بعدينك يمشوا البقية المساق الأدبي، وهكذا تختلف. فطبعا تمشي للمدير، ومشيت للمدير، وكان اسمه المدير عبد السلام الشريف، له التحية والسلام، هو عايش حتى اليوم يعني. عبد السلام الشريف المدير الذي خلف الزين حامد، برضو أستاذ الزين موجود، لهما السلام والتحية والتقدير. فلما مشيت قابلت ليس المدير ولكن نائب المدير يبدو لي، فقال لي يا أحمد ماشي وين؟ قلت له مساق أدبي. كيف؟ قال لي. قلت له مساق أدبي يا راجل. قال لي أنت جاي الأول. قلت له المساق الأدبي يا أستاذ، سجلني وبتاع. فلما عرضت الأسماء على مدير المدرسة قام ناداني الأستاذ عبد السلام الشريف، قال لي ليه دار تمشي المساق الأدبي يا أحمد وأنت الأول؟ قلت له والله أنا دار أمشي المساق الأدبي لأنه دار أدرس إعلام، والإعلام ده اتجاهه أدبي في السودان. قال لي يا أحمد أنت جاي الأول. قلت له والله أنا عارف يا أستاذ، بس لكن ماشي المساق الأدبي عشان أدخل الإعلام. وأنا الوقت ذاك مدير الإذاعة المدرسية 3 سنين يعني. فقال لي حاججني، جادلني يعني مجادلة مدير مدرسة لطالب. فتمسكت يعني وتشبثت بالقرار. فقال لي لأول مرة في تاريخ المدرسة منذ أن أسست 62 63 ما حصل إنه أول الدفعة بيمشي المساق الأدبي أبدا يعني. فأنت قاعد تكسر القاعدة. قال له والله فلتكسر القواعد، أنا ماشي في اتجاهي الذي أؤمن به ومهيئ نفسي له. قال لي خلاص طالما هي رغبتك، ولكن قال لي عندك الفرصة خلال 3 أشهر إذا عايز تحول، وزي ما قلت من العلم ممكن تحول للأدبي عندنا نحن في الثانوية، لكن من الأدبي أن تمشي للعلمي. قال لي عشان أنت كسرت العناية، لكن أنت باعتبارك الأول إذا أردت أن تعود إلى المساق العلمي فلك. قلت له 3 شهور 30 سنة لو أديتوني ما فحرجع. فضحكنا كده ومشيت وواصلت، والحمد لله مشيت المساق الأدبي ودخلت جامعة الدرمان الإسلامية وكلية الإعلام أو كلية الآداب شعبة الصحافة والإعلام، الآن هي كلية الإعلام. ولم تكن عندئذ بارك الله فيك، لم تكن عندئذ جامعة الخرطوم فيها الإعلام، كانت الإعلام الواحدة في جامعة الدرمان الإسلامية. حبيت يعني هذا شيء من ذاك. أستاذ حيدر، بماذا تختم لنا هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية؟ وأنا كنت داير أسألك إنه إيش رأيك كون يكون في برنامج اسمه مع اللغة العربية، والحمد لله 144 حلقة يعني بحمده تعالى يعني. والله حلقاتنا في دمس عفاش والتلفزيون ما نعرف أعداده، لكن هذه القناة المباركة بعرف فيه حلقات يعني، وفي القنوات الثانية اللي ما أعرف ما زغل.
فايش قبل ما ايش مم. قبل ما أختم، أنا عندي سؤال كده بسيط عايز أوجهه عليك. سؤال كده شغلني، تفضل. يعني حبيت أوجهه عليك. أنت تفضل. أحمد شريف، وأنت بتردد في اسم القناة، بتقول قناة سلام المباركة. يعني نعم. المباركة دي شوية كده أنا وقفت فيها كتير. يعني ليش أنت بتقول الكلمة هذه؟ هذا شفته أستاذ حيدر يمارس مهنته، يعني هو صحفي طبعا، لا يشق له غبار، يعني صحفي محترف يعني أستاذ حيدر. هذا سؤال ممتاز لا يخرجنا عن العناية، لكن باختصار أقول إنه خلال ممارستنا للعمل الإعلامي أستاذ حيدر كما تعلم في البلاد، يعني جانب الديني ده فيه يعني هستيريا كده تجيهم الجماعة، يعني إذا كانوا يسألونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليش تقولوا كده بتاع. فطوال فترتي في الإعلام، يعني أنا لم أمارس طبعا في الإعلام. هنالك الإعلام الإسلامي، الإعلام الإسلامي وفق نظريات إسلامية، وفي الإعلام الدنيوي هذا. نحن طبعا أتشرف أنه أنا خريج الإسلامية، لكن الإعلام اللي درسناه كان هو الإعلام العام، هذا الإعلام اللي هو النظرية الغربية. لكن كان عندنا برضو الإعلام الإسلامي، وله التحية رحمة الله على الدكتور صلاح محي الدين، كان بيدرسنا في الإعلام الإسلامي. فأنا والحمد لله متشبع بالقيم الإسلامية والدينية. ففي إعلام الذي عملت به في الوزارة مع الحكومة بين قوسين المؤقتة يعني، وخارج المنظومة الأخرى برضو، لا أمارس فيه النظرية الإسلامية في الإعلام القائم على ادعو آه إلى الحسنى بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، وما إلى ذلك يعني قيم القرآن. والقرآن هو أول من أسس لنظرية الإعلام بالمناسبة. وكثير من الآيات، أنا أقول دستور الإعلام موجود في القرآن الكريم وفق المنطلقات الدينية التي أؤمن بها. ففي قناة سلام الإعلامية أنا أسميها مباركة، لأنه أقول فيها قال الله وقال رسول الله، ونستدل بالأحاديث ونأخذ راحتنا يعني. فأقول هي مباركة، مباركة بالنسبة لي، يعني أتماهى فيها مع فكري الثقافي وفكري الديني وتوجهي ورسالتي في الحياة، ولا ألغي ذلك. فهي مباركة دي أنا من عندي، وهي حقيقة مباركة. وللزملاء المخرجين السلام والتحية. لا، شكرا على التوضيح، وضحت فعلا مباركة. يعني هذا التوجه نتمنى يستمر، وتنور للمزيد وتقود إن شاء مسيرة. الله. نحن في حاجة طيب أستاذ، إلى إن شاء الله. عناء إن شاء الله. بهذا الطريق. أستاذ حيدر، الإجابة على سؤالك ماذا تقول وأنت الكاتب العربي تكتب بلغة جميلة ورجل متزن ورجل لك رؤيتك وفكرك ورسالتك في الإعلام. الإعلام أنت تمارس كرسالة وليس، وتلتزم بالقيم، ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي الذي له رسالة يعني. فكون هذه القناة المباركة يكون فيها برنامج اسمه مع اللغة العربية، وهو برنامج أسبوعي، وهنالك برنامج آخر مع في شرف اللغة العربية يقدمه الدكتور حامد، له التحية والسلام. آه، فكون يكون في، بالنسبة لي أنا مع اللغة العربية، ويعني هي فكرتي ورؤيتي، وخطيت البرامج وأهداف وما إلى ذلك، وقبلت الإدارة مشكورة. فنحن حنفتح الحلقة القادمة بشهادة منك لأهمية وجود مثل هذا البرنامج وغيره وغيره القرين به إن شاء الله. فإيه رأيك نفتح الحلقة من هنا ثم نطلع إلى المطار، إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. إن شاء الله. تحياتي لك. شكرا لك أستاذ حيدر، واللقاء معك كان ذو شجون يعني، وإن شاء الله شكرا جزيلا. تكون مرتاح معنا كمان. بارك الله فيك. أنا كنت في قمة مشاعري، وخاصة رجعت بينا زي ما يقول النوستالجيا، يعني حاجات كده الواحد يعني عاش فيها أحلى أيامه، رغم ما كان فيها من أشياء. فيمكن الواحد ما كان متوقع يوما ما حتى يحكي أو يوثق هذه المسيرة اللي صراحة الواحد يعني عاش تفاصيلها بدقة، وما سمعها سماع ولا حكوا له. فصراحة أشكرك كثير الشكر، وأتمنى كل التوفيق
لقناة السلام المباركة فعلا. وهذا البرنامج الخاص اللي هو اللي سميته تسمية اللي هي اللغة العربية، وإن شاء الله زي ما قلت هنعلق نبدأ عليها به في الحديث إن شاء الله. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. كنت معكم مشاهدي الكرام من قناة السلام الإعلامية المباركة، محدثكم أحمد شريف، برفقة الزميل الأستاذ العزيز الروائي الكاتب الأستاذ محمد صالح علي حيدر. استضفناه هو كاتب رواية ما وراء الأمل. هذه هي الحلقة الثانية في هذه الرواية، وفي الحلقة المقبلة إن شاء الله نواصل ما انقطع من حديث. وحتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.